عمه الجميل ده أخد طنط الجميلة دي مراته وراحوا للمتحف المصري علشان يزوروا أجدادهم. زي ما انتوا شايفين عمه لابس الجلابية الصعيدي وطنط لابسة جلابية أو عباية سادة شكلها حلو على فكرة. وهما الاتنين بجد يعني لبسهم حلو. تمام. طلع علينا حد قال لا، الجلابية دي مع احترامي يعني مش من التراث المصري، لا لا، احنا بنلبس أحلى من كده. جس وات، لا هي من التراث المصري، وهم لبسهم حلو جدا ولائق للمكان اللي هم رايحينه. وتعالوا شوفوا معايا إذا كنا بنلبس كده. تا 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 تا، ايه رأيكم؟ طلعنا بنلبس كده ولا لا؟ ايه رأيكم؟ الجلابية موجودة ولا لا؟ ايه، هنكذب الأثر عشان الجلابية مش عجبانا ولا ايه؟ ده مش كده وبس. تعالوا اوريكم انا لما رحت المتحف المصري الكبير لقيت هناك الجلابية منتشرة ازاي وازاي هي تراث مصري. زي ما انتوا شايفين انا اللي مصورة الصورة دي بنفسي لما كنت في المتحف المصري الكبير. وزي ما انتوا شايفين جدي لابس ايه. ايه رأيكم؟ جلابية مصري برضو. شفتوا؟ لا مش دي وبس، ثانية واحدة، عندنا دي كمان. ها، الصورة الأقوى والأدل، ثانية واحدة هوريها لكم. يا ترى بقى طلع تراثنا ولا مش تراثنا؟ نلغي بقى التماثيل والنقوشات اللي بتثبت ان احنا كنا بنلبس ده في يوم من الايام عشان مش عاجب بعض الناس. لا، مش بتاعنا، لا والله هو بتاعنا. مصر عندها تنوع من تراث الازياء كبير جدا جدا. ايوه احنا كنا بنلبس جلابيه مصري وجبه الفراشه، وايوه بنلبس فساتين قط وفساتين احلى من احلى الفساتين اللي بتتعرض في دور الازياء العالميه. وثانيه واحده اوريكم برضو اللبس اللي شبه لبس طنط. وزي ما انتم شايفين جبة الفراشة اهي تراث مصري جميل. يا ريت كل نساء الصعيد يرجعوا يلبسوه لانه شكله حلو ومحتشم ومن التراث المصري. ومعاه الكردان المصري والحلق المصري، وده كمان تراث مصري. زي ما انتم شايفين الست في مصر القديمة تقريبا لابسة نفس الستايل بتاع طنط، بس الأكمام هنا أقصر شوية. فاحنا برضو بنلبس ده وده وده برضو تراث مصري، عشان لو شفتوا اي دور ازياء عالمية اخدى الحاجات دي فهي اخداها من الست المصرية القديمة او من التراث او من تراث الازياء المصري. وده برضو بتاعنا. زي ما انتم شايفين التنوع الكبير قوي في تراث الازياء المصري ما بين الفضفاض والضيق والقط والاكمام. واخيرا ده اللبس بتاع الستات المصرية في مصر القديمة. زي ما انتم شايفين حط على راسها قفص شايلة فيه طيور ورايحة السوق. دي أبسط فلاحة في مصر القديمة وده كان فستانها وكان شكلها. فأيوة احنا بنلبس كل ده. أيوة بنلبس واسع، وأيوة عندنا ضيق، وأيوة عندنا قط وعندنا بكم، وعندنا تراث أزياء عالمي. وكل ست مصرية من حقها تلبس اللي هي شايفاه مناسب ليها واللي هي شايفاه هيبقى جميل عليها. شايفة ان طنط كانت موفقة جدا في اللبس اللي هي اللي اختارته. الاوتفيت حلوة عليها. عمه كان شكله حلو، والجلابية المصري شكلها حلو. واخر حاجة عايزة اقول لكم ان في تصريح نزل من المتحف المصري عشان يرد على الحاجات دي كلها. انتوا شايفين ادارة المتحف المصري طلعت بتصريح الا وهو الجلابية ليست ممنوعة، لأن طبعا الجلابية من التراث المصري. أي ست مصرية من حقها تلبس الحاجة اللي تشوفها حلوة عليها وتليق عليها. التراث المصري تراث متنوع وتراث جميل، ونساء مصر من حقهم يختاروا الحاجة اللي تعجبهم حتى لو ما كانتش على ذوق ناس تانية. عارفين أو لو ما عندناش المعلومة يا ريت ندور. يعني يا ريت ندور بدل ما نطلع نقول لا والله ده
مش من التراث المصري، اصل ده مش عاجبنا، اصل النساء في اوروبا احنا بنلبس احلى ليه المقارنات دي؟ جماعة ليه الدونية دي؟ ليه في ناس دايما بيقارنوا نفسهم بالأجانب؟ أنا عارفة إن هم عندهم تطور يعني مش طبيعي في الصناعة، وعارفة كمان إن هم عندهم معدل المرتبات والمعيشة أفضل. ولكن يا جماعة يعني ما تقارنوش تراث مصر بأوروبا نهائي نهائي، بالذات تراث الأزياء. كل تراث الأزياء المصري ما هو إلا إنه دور الأزياء العالمية الأوروبية اقتبسته من مصر القديمة. كل حاجة عندهم أخدينها من مصر.